دي آلاء. الحكاية ابتدت لما جبت مجموع في ثانوية عامة، وبمنتهى الحماس والشغف قررت أدخل كلية الطب، وبنفس الحماس غيرت ديكور المكتب على أساس بقى نبدأ المذاكرة على نظافة. ومع بداية الدراسة أدركت الاختيار اللي أنا عملته. دخلنا سكاشن الهيستولوجي وتعلمنا فيه حاجات غريبة، ودخلنا المشرحة لأول مرة. أما عن مذاكرة الأناتومي فأجركم الله مادة ملهاش كبير، كلها حفظ وبصمجة. وبالنسبة لتجارب البايوكيمستري ما كانتش ألطف حاجة، بتعمل التجربة وانت مش فاهم بتعملها ليه. السنة كانت مرهقة، وأكيد أي حاجة في بدايتها بتبقى صعبة. يمكن ده كان رياكشني طول السنة. ما هو برضه محدش يصحي حد الساعة 6 الصبح عشان الاتندنس. هو فعلا كنا بنحضر السكاشن عشان الاتندنس، بس اتعلمنا فيها حاجات جديدة، وحاولت أشارككم بالمعلومات اللي أعرفها، وجربنا مع بعض حاجات جديدة، وعملنا تحديات مذاكرة. يعني باختصار كنتم جزء من الرحلة دي. أما عن أكل الكلية فمنصحش حد بيه بصراحة. اضطريت أذاكر في الأماكن العامة وأنا خارجة مع أهلي لأني كنت مزنوقة جدا للفاينل. وأهم حاجة اتعلمتها من السنة دي إن أعرف أعيش وسط ضغط. أتمنى إن السنين الجاية يبقى أدائي أفضل كتير، وأتعلم حاجات أكتر، ومش بس في الكلية. نفسي كمان إن أقرب من ربنا أكتر، وإن أعرف أكتر عن ديني، وإن أقدم لكم محتوى أفضل في وسط العبث اللي إحنا بنعيشه الأيام دي.